صاحبة القصة بتحكي وبتقول: أنا إسراء متزوجة من 3 سنين وعندي ولد اسمه جود. زوجي قصي كان زوج مثالي ومثال للزوج الصالح والأب الحنون، وأهل زوجي كانوا مثل أهلي وأعز. بدأت معاناتي بعد ما رجعت سهى يلي كانت خطيبة زوجي السابقة، رجعت لحياتنا لتدمرها وتاخد مني زوجي وتخرب بيتي اللي ما توقعت إنه يوم من الأيام أطلع من بيتي مكسورة القلب. بأول 3 سنين من زواجي كانت حياتي مليانة حب وتفاهم وانسجام ومودة ورحمة مثل أي 2 متزوجين وبحبوا بعض. زوجي كان صريح معي بكل شي، فبوقت الخطبة حكالي عن سهى يلي تركته لتتزوج من رجل وضعه المادي فوق الريح، فتزوجت وصار عندها أولاد من زوجها، وصارت من الماضي بحياة زوجي صفحة وطواها. بس هالصفحة ما توقعت إنها ترجع تنفتح مرة تانية. بس هالصفحة رجعت انفتحت بعد ما سهى حاولت تتواصل مع زوجي بعد ما اتطلقت من جوزها. حاولت تتواصل معه لتستعيد قلبه وعقله يلي ما عادوا ملكه. بتلاحظ فروض جوزي الدائم والكتير والغير مبرر. صار يبعد عني كتير، كل ما أقرب منه يصدني. صار إنسان عصبي. صار كل ما بدي أحكي معه يسكتني، كل ما أفتح معه حديث يصدني. حاولت ألفت نظره بلبسي بحركاتي ولا يهتم. وصلنا لمرحلة صعبة كتير، مشاكلنا كتيرة وما عاد في تفاهم أبدا بالبيت. تعبت كتير منه، وبمرة عصبت فقلت له: أنت شخص ما عاد ينعاش معك. رد علي بأقصى رد ممكن أتوقعه. قال لي: أنا ما عاد بدي أعيش معك ولا بحبك، وأصلا أنا ندمان لأني تزوجتك. أنا لهلأ بحب سهى وبدي أتزوجها. هاي كانت الصدمة الأولى يلي خلتني انهار وأبكي. قلت له: عم تحكي هالحكي بعد 3 سنين زواج وفي بيناتنا ولد؟ بعد هالحب والعشرة اللي بيناتنا بدك تتركني؟ بعدين وينها سهى؟ مو هي اللي تركتك وراحت تزوجت رجال أغنى منك؟ رد علي بكل برود وقال لي: سهى هلأ اتطلقت وتركت زوجها كرمال لأنه بتحبني وبدها تكمل حياتها معي، وأنا اكتشفت إني لسه بحبها وقلبي متعلق فيها. قلت له: طيب وأنا مرتك، أنا اللي بيني وبينك عشرة وحب، وين حبك إلي؟ بهالبساطة بتحكي هالحكي قدامي؟ قال لي: لازم نتطلق وكل واحد يروح بطريقه. وهون كانت الصدمة الثانية إلي. سألته: وابنك؟ قال لي: بدك تاخديه خديه أو بدك تتركيه تركيه، ما بتفرق. خلص كلامه زوجي وطلع من البيت وتركني منهارة وعم أبكي. اتصلت بأخي وقلت له: تعال لعندي بدي إياك ضروري. لما وصل أخي حكيت له شو صار معي كل شي بالتفصيل. قال لي: اتركيه وضبي أغراضك، ما عاد خليك تعيشي معه. قلت له: بس أنا ما بدي أتطلق، أنا بحب زوجي. قال لي: وين كرامتك؟ هو رافض يكمل معك، ما بده إياكي. قلت له: طول بالك بركي بغير رأيه. قال لي: ماشي، شو ما كان رأيك أنا رح أكون معك وواقف بظهرك. بالليل لما رجع جوزي قررت أفتح معه الموضوع، بس كان مصر على قراره، ما في مجال للتراجع. وافقت على الطلاق، بس اشترطت عليه إني أقضي عدة الطلاق عنده بالبيت. هو وافق بعد تردد. ما كان بدي شي غير إني أشبع منه، أو قلت لحالي يمكن يغير رأيه. و3 شهور كانت بالنسبة إلي مدة منيحة مشان أفكر شو لازم أعمل. وصلنا لمرحلة الطلاق ونطق زوجي بالطلاق. أول أسبوع مضى كله بكى واكتئاب. دعيت كتير على سهيل اللي خربت لي بيتي، وبعد بكى كتير واكتئاب كتير. بعدها بطلت إني أقف. صحتي وسعادتي أهم من أي حدا بالدنيا. بهالمدة جبت أخبار سهى، عرفت عنها تفاصيل حياتها، ليش اتطلقت، عرفت كل شي عن حياتها. أما حياتي مع جوزي فصارت حياتنا مثل الأخوة، بس ما غيرت شي بتصرفاتي، كنت أتصرف في بيتي بطبيعتي. هو انفصل بغرفة لوحده وأنا قعدت بغرفة لوحدي أنا وابني. طنشت جوزي وأهملته، عفوا طليقي. صرت أقضي أغلب وقتي مع ابني، وهو أوقات بيدخل بيطمن على ابنه بدون ما يعيرني اهتمام أو يطلع ناحيتي. صرت أستغل وقتي بالرسم، واشتغلت بورشات تصميم أزياء. اتصلت بأخي وطلبته يجيب لي كل الأغراض اللي لازمتلي للمشروع. بلشت أتعامل مع ورشة خياطة، ابعت التصاميم وهن ينفذوها على أرض الواقع، نزلوها على السوق، وكان المشروع ناجح ومربح الفضل لله. صار طليقي كل ما يرجع على البيت يلاقيني مشغولة بالتصاميم، وصرت أتعمد أحكي مع المسؤولة عن الورشة قدامه مشان غيظه وبين له إنه ما عاد يفرق معي وجوده بحياتي. مرق الوقت بسرعة وخلصوا ال3 شهور، وصار الوقت لضب أغراضي وأطلع من البيت. تركت ابني عند أبوه ورحت لعند أهلي. أهلي وقفوا معي كتير وكانوا معي ونعم السند. صرت شوف ابني كل يومين، يجيبه طليقي على باب البيت وبآخر اليوم يجي ياخده. وبمرة من المرات قبل ما يجيبه بساعة دقيت له لطليقي:
قلت له لا تجيب جود اليوم، عندي مناسبة شخصية. سألني شو عندك؟ قلت له اليوم كتب كتابي. سألني باستغراب انخطبتي؟ ما رديت عليه. رجع سألني لمين انخطبتي؟ قلت له ما بخصك، يلا أنا مستعجلة، سلام. سكرت الخط وأنا متأكدة إنه طليقي مصدومة من السرعة اللي انخطبت فيها، وللحقيقة أنا ما انخطبت، بس حكيت هيك كرمال غيظه وأحرق دمه. تاني يوم لبست الخاتم والطوق الذهبي اللي جبته من أرباح شغلي، ومريت على محل حلويات واشتريت أفخر أنواع الحلو، ورحت لعند بيت أهل زوجي أو عفوا طليقي لودي ابني لعندهن. حكيت لهم إني انخطبت وهي الحلو ضيافة خطبتي، وإني رح سافر لدبي، والذهب خطيبي اللي جاب لي إياه. طبعا أهل زوجي زعلوا لأنهم الناس طيبين وبحبوني، وأنا موجودة عندهم. بيندق الباب وبيطلع طليقي هو اللي على الباب. بيدخل هو عم إسراء هون؟ فدخل وهو معصب وبلش يصيح ويصرخ علي ويقول لي شو يا ست الحسن، على شو مستعجلة؟ وقال انخطبتي ومبروك، ايمت العرس ومين سعيد الحظ. كان كتير معصب. رديت عليه بكل برود وقلت له هاي حياتي وأنا حرة فيها، ما في شي بيمنعني لا أتزوج مرة تانية، ولا بس أنت مسموح إلك تتزوج وأنا ممنوع؟ رد علي بنفس العصبية وصار يقلي إذا بدك تتزوجي بتنسي إنه عندك ولد ولخليكي تحلمي تشوفيه. رديت عليه وقلت له ما فيك تمنعني شوف ابني، وما تخلينا نتدخل المحاكم بيننا. بعدين هن شهرين ومسافرة على دبي، بجوز تمر فترة طويلة ما أحسن شوف ابني. الطاولة اللي كان عليها الحلو والقهوة طارت بالجو وصاروا ينزلوا على الأرض مثل الشظايا. حتى أهله واقفين مستغربين من موقفه وعصبيته. سألني خطيبك شو بيشتغل؟ قلت له عنده مول بدبي. رد علي بسخرية وقال لي انتو النسوان هيك تركضوا لعند اللي معه مصاري أكتر. قلت له فشرت، مو كل النسوان نفس اللي تزوجتها. أخذت شنطتي وطلعت وتركته عم يحكي لوحده. بعد كم يوم كان قصي بده يودي جود لعندي. اتصل علي وقال لي انزلي خدي جود أنا تحت بالسيارة. قلت له آسفة أنا نسيت إنك اليوم رح تجيبه لعندي، أنا ماني بالبيت. قال لي وينك أنتي؟ قلت له كنت معزومة عند أهل خطيبي. للحقيقة كنت معزومة عند رفيقتي. سألني وينك هلأ؟ قلت له أنا على الطريق، يلا نص ساعة وبوصل. قال لي استني عندك أنا جاي لعندك. اتصلت لعند أخي وقلت له شي نص ساعة ودق لي بدي أحكي معك على أساس إنك خطيبي. شوي وصل قصي وقال لي اطلعي بالسيارة. قلت له ما بدي، بركي شافوني أهل خطيبي بخاف يزعل خطيبي مني. نزل من السيارة وفتح الباب من المقعد اللي وراني وقال لي اطلعي، إذا ما طلعتي أنا بشيلك وبحطك في السيارة. طلعت وقلت له إذا بتريد وصلني بسرعة ورجاء ما عاد تلاحقني، خلص شوف حياتك وأنا خليني شوف حياتي. صار يقول لي إسراء أنت ما عاد تحبيني. قلت له لا ما بحبك ولا بكرهك، أنت ولا شي بالنسبة إلي. قال لي بس أنا بحبك وبدي نرجع لبعض. قلت له من 5 شهور تقلي يا إسراء أنا بكرهك تعي نتطلق، وهلأ يا إسراء أنا بحبك تعي نرجع. شو شايف مشاعري لعبة بين إيديك؟ وفر مشاعرك لزوجتك. قال لي بس أنا مو مرتاح معاها. رن موبايلي وحكيت مع أخي على إنه خطيبي، وصرت قل له أهلين حبيبي. وأنا كمان، يلا بس أوصل على البيت نكمل حكي. وسكرت. هون قصي تضايق وصار يقول لي بكفي مشان الله، خلص اتركي خطيبك وارجعي لي، بعرف إنك بتحبيني. قلت له لا ما بحبك. وبهالفترة زوجة طليقي سهى بلشت تنتبه لتغيرات زوجها، فاتصلت علي وصارت تصرخ علي وتحكي كلام غير لائق ومانو محترم. طبعا أنا سجلت صوتها، بعدت التسجيل الصوتي لطليقي وقلت له خلص اتركوني بحالي، لسه كل كم يوم بتعملوا لي قصة وحكاية، خلص شوفوا حياتكم وخليني أشوف حياتي. كان هذا التسجيل الصوتي البسيط سبب لخراب بيت سهى. اتطلقت سهى من طليقي، وطليقي فكر إني رح أرجع له فورا بعد ما طلق زوجته. صار يدقلي باليوم 10 مرات وما كنت رد عليه واتجاهله. حكولي أهله إنه قصي كتير متغير وندمان كتير. صار لما يعرف إني زيارة عند أهله ويروح يلحقني ليشوفني وأنا أتجاهله تماما. ظلت مدة منيحة وأنا عم ألعب بأعصابه. وبعد شهر اتصلت على قصي وقلت له هذا الأسبوع لا تجيب لي جود. سألني باستغراب ليش؟ فقلت له لأنه بدي أنزل على السوق جهز لبسي واختار فستان العرس. هون قصي عصب وجن جنانه وصار يصرخ ويقول لي
بدك تلبسي الفستان الأبيض لحدا غيري؟ ما رح اسمح لك تلبسي الأبيض لحدا غيري لو على جثتي. وبنفس اليوم بالليل بتفاجأ إنه قصي وأهله دقوا بابنا وطلبوني من أول وجديد، بس أهلي صدوهم وقالوا لهم كيف بدنا نعطيكم بنتنا وهي مخطوبة، أعطونا شوية وقت لنفكر. بعد كم يوم أعلنت إنه فسخت خطبتي على خطيبي المزيف. وافقت أرجع لقصي بس بعد شروط، شرطت مهر جديد وبيت جديد وعفش جديد وحياة كلها جديدة. بدأنا حياة جديدة أنا وزوجي وابني، حياة هادية ومستقرة وخالية من المشاكل وبعيدا عن سوها. لهون بتكون خلصت حكايتي، وأنا بشكر رب العالمين إنه رب العالمين وفقني لهالخطة اللي حسنت رجع فيها زوجي وتستقر حياتي، وإني أقدر ربي ابني بيني وبين أبوه.